النهارده بنحتفل في يوم الاشخاص ذوي الاعاقه. مجلس قومي لحقوق الانسان بيعمل احتفاليه سنويه. هذه الاحتفاليه بيتم فيها اختيار عنوان لهذه الاحتفاليه. العنوان ده مختار الامم المتحده، هو الاشخاص، دمج الاشخاص ذوي الاعاقه في مراحل التعليم المختلفه، سواء ما قبل الجامعي او الجامعي. وده النهارده استضفنا حد من وزاره التعليم العالي وحد من وزاره التربيه والتعليم، بالاضافه الى المجلس القومي للاعاقه. كمان في هذا اليوم بنختار 10 من الاشخاص المتميزين في مجالات مختلفه، الثقافه والفن والادب والعلوم الانسانيه وعلوم الكمبيوتر والرياضه، علشان نكرمهم. النهارده كان في تكريم برضه لاول نائبه في مجلس النواب. احنا عندنا تسع نواب من الاشخاص ذوي الاعاقه. استطعنا النهارده ان شاركنا احداهن وهي دكتوره جامعيه، دكتوره جهال، والحقيقه بنرسي قواعد سنويه علشان نحتفل بها كل سنه بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه، ان احنا نكرمهم. علشان كمان بالنسبه للدمج في التعليم، ده من الحاجات المهمه. عندنا حاجه جديده السنه دي، انه جامعه بني سويف بتعلن عن كليه جديده لعلوم ذوي الاعاقه ان شاء الله، هتفتح في سبتمبر القادم. ودي هتساهم بشكل كبير جدا في تاهيل الاشخاص ذوي الاعاقه، لانها هتطلع لنا مدرسين وباحثين واشخاص مدربين جيدا على كيفيه مساعده الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يخترقوا المجتمع ويعيشوا فيه ويندمجوا فيه، ويعني يبقوا اشخاص منتجين. وكمان علشان نحسن بعض القدرات اللي احنا بنشوفها، هم بيعملوا قدرات خاصه بتدريب ذاتي، تدريب شخصي. كمان لما يبقى في حد بيساعدهم على هذا التأهيل، اعتقد ان هم هيكون تفاعلهم مع المجتمع اكبر واندماجهم في المجتمع اكثر. طب ذوي الاعاقه بيعانوا من تجاهل من المجتمع وكذلك من الحكومه. لا، احنا ما نقدرش نقول الكلام ده. لما نقول الحكومه عامله مدارس التربيه الخاصه. الحكومه هي زي ما جامعه بني سويف دي جامعه حكوميه بتعمل كليه جديده لعلوم ذوي الاعاقه. ما نقدرش نقول ان هو في تجاهل، لكن عايزين نقول ان هم محتاجين ياخدوا حقهم بطريقه اكثر واكبر. احنا لو بصينا على كل فئات المجتمع هنلاقي كل واحد بيقول انا مش واخد حقي بطريقه صح. البطاله، الفقر، كل فئه من فئات المجتمع هتقول لك العشوائيات احنا فئه مهمشه، الاطراف يقول لك سينا يقول لك احنا مهمشه، الصعيد مهمش، الوادي مهمش. كل فئه بتقول عندها حججها وعندها تبريراتها، لكن في خطوات للتغيير في المجال. لكن المهم ان احنا ناخد خطوات على المستوى القريب والبعيد، ان احنا نقدر يعني الوصول للكمال غايه كلنا نتمناها، لكن المهم تكون بتاخدوا خطوات الى الامام. شكرا.